الأهلي يصعد لنهائي بطولة أفريقيا بعد الفوز على الترجي 1-0 في مجموعة اللقاءات 4-0 في لقاء بشوفه لقاء كان جامد جدا من لعيبة النادي الأهلي. شفنا جمل تكتيكية على أعلى مستوى، شفنا هجمات سريعة، شفنا باص وان تو صراع من لعيبة النادي الأهلي. شفنا النهاردة جودة بيرستاو، شفنا حسين الشحات، شفنا لعيبة النهاردة جميلة جدا. اطمنا على علي لطفي النهاردة حارس جيد جدا، نفسي يلعب ماتشات كتير في الكاس وماتشات كتير في الدوري، خصوصا النادي الاهلي يعتبر حسم الدوري المصري ممتاز. النهارده عجبني النادي الاهلي، عجبني بصمات كولر على النادي الاهلي. النهارده ضيعنا كتير بس لعيبه النادي الاهلي واقفه على رجلها مطمنين على نتيجه الماتش. شفنا النهارده دفاع النادي الاهلي دفاع جامد جدا من ياسر ومحمد عبد المنعم. عجبني النهارده لعيبه النادي الاهلي، عجبني جدا حسين الشحات. عندنا مشكله لسه برضو في تضييع الفرص، بيجي لنا بنخلق فرص كتير قوي لكن بنضيع. شفنا الجمله العظيمه اللي كانت انتهت عند عبد القادر وضيعها، جمله شفناها تقريبا 5 6 باصات تيكي تاكا، يعني اللي احنا بنشوفه مع مانشستر سيتي شفناه في كام جمله مع النادي الاهلي. فالراجل بصماته واضحه، مدرب عظيم جدا. نتمنى ان احنا ناخد البطولة. الاهلي بيوصل لنهائي افريقيا للمرة الرابعة على التوالي و13 نهائي في خلال 23 سنة. بجد انجاز عظيم للنادي الاهلي، بيدل للنادي الاهلي منظومة ناجحة، فبجد انجاز عظيم. عجبني جدا ثنائية حسين الشحات وبيرس تاو، بجد أجنحة خطيرة للنادي الأهلي. الأجنحة دي إيجابية جدا على الجون، منهم برضو بيعرفوا يعملوا صناعة لعب. شايفين بيرس تاو النهاردة عمل جون للشحات والشحات فينش عظيم، لكن الشحات بيضيع أوقات كتير مجهوده إن هو عايز يجيب جون جميل جدا فبيضيع كور كتير. لكن بشوف إن الشحات السنة دي والسنة اللي فاتت برضو الشحات مستواه في تصاعد مستمر. بيرستاو السنه دي بجد موسم عظيم لبيرستاو، بعد عن الاصابات. الراجل ايجابي جدا على الجون، لو ما جابش جون هو بيصنع جون كل ماتش ليه، رقم يا بيصنع يا بيجيب جون. فبجد هو ده اللعيب الافريقي اللي احنا نتمناه في النادي الاهلي، هو ده اللعيب اللي احنا نتمناه في النادي الاهلي. عجبني النهارده محمد هاني، الراجل بجد يا جماعه دفاعيا قوي جدا، هجوميا الراجل بيطلع يهاجم وبيرفع ويعمل. فبجد علي معلول ومحمد هاني الاتنين عظماء جدا. ياسر وعبد المنعم النهارده هايلين. مروان عطيه ده اللي انا كنت بتكلم عليه، مروان عطيه لازم ياخد المشوار، لازم يكمل بالكره لقدام، لازم يقطع مساحات. فعجبني جدا مروان عطيه، عجبني جدا ثقته النهارده، بيرقص بيزيد، فهو ده مروان عطيه. مروان عطيه لو فضل يطور من نفسه هيبقى من اللعيبه العظماء ويفكرنا بحسني واحمد حسن ومحمد شوقي. النهارده ديانج عظيم. حمدي فتحي النهارده كنت ماسك قلبي ان هو ياخد انذار يتوقف فيه ماتش الذهاب بتاع النهائي، بس الحمد لله ان هو ما خدش انذار. وبجد كنت بنتقد كولر جدا ان هو بدأ بيه الماتش، كان يبدأ بالقندوسي او عمرو السولية لان حمدي كان مهدد. وحمدي بشوف ان هو صمام امان وراجل مهم جدا في نص الملعب في قطع الكور والتكملة او الزيادة الهجومية. فمبروك للنادي الاهلي، ان شاء الله نفرح بالبطوله ال11 وتبقى من نصيبنا، لان انا بشوف كل الظروف وكل الحاجات اللي بتحصل في البطوله دي بتقول ان البطوله دي ان شاء الله بتاعتنا.